ايوه، انا اللي اخليكي تعملي الزيتون ويفضل معاكي من السنه للسنه مقرمش، وغير ما يغير معاكي لا طعم ولا لون ولا ريحه. اقول لك على طريقه كمان تخليه يستوي معاكي بعد 15 يوم من التخليل. نفس الطريقه برضو يفضل محافظ على لونه وطعمه وريحته طول السنه، من السنه للسنه بمعنى الكلمه. شايفين الزيتونه جامده وناشفه ومتماسكه، وطعمها ولونها وريحتها ما تغيرش وخطيره. كمان هقولك ازاي تطلعي منه الزيتون المخلي اللي هو الشرايح بتاع البيتزا. اول حاجه معايا زيتون، وده زيتون عزيزي. تقدري نفس الفكره في زيتون، اذا كان خد الجميل او اذا كان تفاحي او بلدي او اي نوع زيتون هتستخدميه تقدري تعملي معاه نفس الطريقه. برش معلقتين كبار قوي من الملح على الزيتون بتاعي. دي النسخه اللي هتفضل معاكي سنه كامله من غير ما لا بشقه ولا بفتحه ولا بدق عليه ولا اي حاجه، هو مقفول زي ما هو. المقادير الموجوده دي مقادير 2 كيلو، تقدري تعملي كيلو واحد بس. تاني حاجة بنزل بيها بمعلقتين من العصفر، ومعلقة واحدة من حبة البركة. حبة البركة بتعمل تسبغ على الزيتون، فهو ده اللي بيغمق ويغير معاكي لون الزيتون. بعد كده معايا ربع كيلو من الجزر المبشور، وربع كيلو من الشطة أخضر وأحمر سليمة، وشرايح من الليمون، ربع كيلو من شرايح الليمون، وربع كيلو من الفلفل الأحمر المفروم، رومي أو حامي، بس الحامي هيأثر على طعم الزيتون فيخليه حامي، فانت هتقدري لو انتوا بتقبلوا الحامي استخدمي حامي عادي، خصوصا في الفلفل المفروم. اما الفلفل السليم ما بيأثرش في طعم الزيتون، هو بيديله طعم بس لكن ما بيخلوش حامي. حبيت الخلطة دي كلها في برطمان نضيف ومعقم، وبينا نعمل محلول التخليل. انا السنه اللي فاتت مخزنتش زيتون، اقسم بالله ندمت اكبر ندم اني مخزنتش زيتون وما لحقتش ما شفتوش لانه كان غالي جدا. بشتري الحبه اللي انت شفتوهم في اول الفيديو ب50 جنيه، يعني ما يقارب على 15 زيتونه ب50 جنيه. انا بعمل محلول تخليل، معايا 2 لتر من الميه المغليه وبارده مسبقا. الزيتون بياخد لتر من الميه، لتر الميه بياخد 4 معالق كبار هرميه من الملح، ملح عادي او ملح خشن عادي، بستخدم اي ملح. انا هنا ضفت كوبايه من الملح اللي هي 8 معالق من الملح. ضفت كوبايه كبيره من عصير الليمون، ولو كيلو هتضيفي نص كوبايه. لازم ادوب الملح كويس قوي قبل الليمون، علشان الليمون بيحول معايا الماء لماء عسر، فالملح ما بيدوبش. حطيت رشه بسيطه قوي قوي من الكركم، وده بيعزز معايا اللون، بيخليه لون خطير. بعد كده بعبي محلول التخليل على الزيتون، واكيد لازم الميه تكون بارده ومغليه مسبقا، والبرطمان متعقم، والميه نظيفه ومن فلتر، ما يكونش فيها كلور او اي شوائب تاثر معايا على الزيتون ان هو يتهري او لونه يتغير. لازم محلول الملح يكون مظبوط. الكيلو واخد من 4 ل5 معالق ملح. برضو الملح لو قليل الزيتون هيطري وهيميع وهيبقى بايظ في المحلول. بياخد ربع كيلو من الليمون المعصور وربع كيلو من شرايح الليمون. بيضافش خل علشان الخل بيهريه، مش ممكن، هو اكيد بيهريه وبيخليه يغير لون. وزي ما واضح في الفيديو ما بملاش البرطمان للاخر زيتون، عشان لسه في اضافات تاني هتنضاف على الوش، وهو اني بسيب بروح شويه في البرطمان علشان لسه هضيف قشر الليمون. بضيف شويه من اي زيت نباتي، انا ضفت زيت زيتون عادي، تقدري تضيفي اي نوع زيت نباتي بس يكون زيت نظيف طعمه حلو على الوش، علشان ما يعملش معايا عفونة او اي تأكسد للزيتون من جوه. وكمان قشر الليمون ده يبقى حامي، بيبقى حماية لسطح البرطمان من فوق. وكمان عشان اسقط المكونات دي كلها، اما بتنزلي باي غطا برطمان مقدار اقل علشان يكبسوا لجوه، او زي ما انا بعمل كده كيس فيه شوية من المية ببدأ اسقطه على وش الزيتون، بحيث يبقى كل المكونات مغمورة ومتغطية بالمحلول التخليل والزيت. وكمان لزيادة الأمان من دخول أي هواء أو بكتيريا، لأن هو اللي بيساعد على تحليل أي مخلل بنعمله، إني بجيب قطعة من كيس التلاجة كده وبحطها كمان تقفل معايا كويس لمربط الغطاء. ودي النسخة دي أنا كنت عاملاها قبليها ب15 يوم أو 20 يوم، وهو إني فتحت الزيتون وشقيته من النص الأول قبل ما أخلله بنفس طريقة التخليل.
بس هو الفكرة كلها ان علشان اسرع تخليل الزيتون وما يطلعش معايا مرارة او اتخلص من المرارة بتاعته، الزيتون من النص. وزي ما انا قلت في الفيديو، انا ما خزنتش اصلا زيتون السنة اللي فاتت، والطريقة دي انا معتمداها بقالي سنين، وعمر الزيتون مغير معايا لون، واحيانا كان بيقعد بالسنتين. لو زيتون بلدي ما بيكونش عليه اقبال قوي كان بيقعد معايا سنتين. ما لو هتخزني زيتون اسود كبير اللي هو اللي بيبقى اسود، فده اخره معاكي شهر تخليل وتخزين وكل حاجة، ما بيقعدش اكتر من شهرين بالكتير قوي قوي، شهرين. اما الزيتون التفاحي والعزيزي والبلدي والكلاماتا بيقعد كتير قوي. وكمان المعلومة ان الزيتون الكلاماتا، بس انا ما بلاقوش كتير، يعني ليه اماكن معينة بيتباع فيها الزيتون الكلاماتا خلل بمية وملح بس، بتحطي محلول ملح كتير. يعني احنا هنا حاطين 4 معالق من هرمية كبيرة من الملح، في الزيتون الكلاماتا بتحطي 6 معالق زيتون، مثلا 6 معالق كبيرة من الملح بس، ملح بس، مية وملح بس. والمية طبعا بتكون مغلية وتعبيها على الزيتون الكلاماتا وبيستوي على هذا الوضع. وبيقعد طبعا كميه كبيره. لو عايزه تضيفي الخلطه فبتاخدي من الميه اللي هو متخلل فيها وبتشطفيه شطفه من الميه وتضيفي عليها من الخلطه دي. حتى لو مع برطمان قديم، يعني مثلا البرطمان وخلصتيه وباقي فيه خلطه بالمحلول بتاعها، بتاخدي من الزيتون الكلاماتا وتحطيه في البرطمان الجديد. معلومة مهمة قلتلك، لازم في الاول تسيبي براح شوية في البرطمان، وكمان لازم تحطي البرطمان في طبق او في علبة طول فترة التخليل، وخصوصا اول 3 ايام، لانك لو سبتيه كده على الارض او في رف المطبخ هيبهدل المطبخ، لانه لما بعد 3 ايام بيبدأ يتخمر ويبدأ في عملية التخليل، فبالتالي بيفور، فبينزل منه سائل بالشكل ده. فلازم تسيبي براح في البرطمان عشان لما يفور يبقى فيه براح في البرطمان، وكمان تحطيه البرطمان في طبق بحيث لما المخلل يفور اللي ينزل في الطبق ما يبهدلش معاكي رف المطبخ، او لو كنت حاطاه في الارض في المطبخ ما يبهدلش معاكي المطبخ. اتمنى تكوني استفدتي من الفيديو، وعذرا على طول الفيديو، بس ده الحرص انك تاخدي كل المعلومات علشان تطلعي شغل ناجح ومضمون، تقدري تعملي حتى منه مشروع بتبيعيه فعلا ب3 اضعاف سعره الاساسي اللي انت شارياه ومكلفه عليه. صبرت ووصلت معايا الفيديو لحد هنا، اتمنى تعملي لايك للفيديو ومتابعة، تنشري الفيديو للي محتاجه لعل غيرك يستفاد. انا مطبخ نور عمري، وكل يوم بنزل فيديو جديد فيه معلومة جديدة. اتمنى تكونوا استفدت من الفيديو، ودمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.